يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى، اليوم ده انا كنت بصراحه كده وبامانه ربنا ما كنتش عايزه اعمل اكل ولا عايزه اعمل اي حاجه من كتر الحر. انا ما بقيتش عايزه اطبخ، ما بقيتش عايزه اعمل اي حاجه خالص تخص الاكل. عايزين نقضيها جبنه وبطيخ. بس لقيت جوزي بقى والعيال لا احنا عايزين ناكل، اعملي لنا اي حاجه. ف دخلت بقى المطبخ كده وانا بصوا، لا يعني عماله افكر اعمل ايه اسرع حاجه. فلقيت اسرع حاجه صينيه مكرونه بشاميل. فدخلت بقى كده، كنت طبعا فرمه لحمه وحطها في التلاجة. بصراحه يعني هو كيس اللحمه ده كنت فرماه وحطاه في التلاجة علشان يعني من الضحيه يعني وكده. فرمت 3 كيلو لحمه، فرمتهم وعملتهم اكياس كده. وقلت علشان خاطر يعني لو يوم متضايقه زي اليوم اللي انتوا شايفينه ده، او يوم انا مش عايزه اطبخ، فاسهل حاجه اللحمه المفرومه. تطلعي كيس اللحمه و... واعمله بقى اللي هو مش هياخد وقت معايا، سواء حواوشي، سواء مكرونه بشاميل، كفته، اي حاجه بقى، ما هي اللحمه مفرومه وجاهزه معايا. فاللهم صل على النبي، انا طلعت كيس اللحمه والميه كانت قطعه. فكنت بصوا متضايقه دي، يعني اكتر حاجه اصلا بتخنقني كده ان اكون داخله المطبخ والميه قطعه، الكهرباء قطعه، لان انا المطبخ بتاعي حر. فلو الكهرباء قطعه بكون متضايقه. مفيش اضاءه كمان. الميه قطعه طبعا، انا الدور التاني والميه مش هتطلع عندي اصلا. لو ضعيفه شويه كمان ما بتطلعش. بتضايق بقى، تحس ان انا بتخنق، واللي هو ممكن اقضيها اي حاجه. ممكن يعني ابعت اجيب اكل من بره عشان خاطر مثلا، ما هو خلاص انا مش، ما فيش ميه وانا بتضايق وما عنديش اصلا يعني ما عنديش روح كده ان انا اقعد بقى امشي حالي بشويه ميه. ما بينفعش معايا الكلام ده. وطبعا كلنا عارفين ان انت لما تدخلي المطبخ انت محتاجه ميه من الحنفيه، مش محتاجه ان انت تملي طبق وتستعملي منه. الموضوع بيبقى صعب شويه. فاللهم صل على النبي، دخلت بقى يعني سبحان الله، يعني الميه جت. يعني انا دخلت كده يا دوبك، طلعت اللحمه، سبتها بتاع نص ساعه كده، فكت شويه، مش فكت قوي بس هي كانت فكت يعني. اللهم صل على النبي، وحطيت المكرونه لقيت الميه جت، قلت الحمد لله يعني هم حاسين بيا يعني، قلت الحمد لله. سلقت بقى المكرونه زي ما انتم شايفين، وعصقت اللحمه، وقلت هعمل اللهم صل على النبي، هعمل بشاميل. ما كانش عندي لبن. لا هم بصوا، مش ما كانش عندي، هو بصراحه انا عندي لبن في الفريزر. بس زي ما قلت لكم انا اصلا داخله كده وعصر على نفسي ليمونه، يعني ما كنتش عايزه اعمل اكل. ف قلت لسه هطلع اللبن من الفريزر ولسه هيفك ولسه هغليه، وعايز ايه لفه كده. فانا قلت لا مش لازم، انا هعمل البشاميل كده بميه عادي. جبت ميه ساقعه من الكولمن وعملت البشاميل زي ما انتم شايفين اهو. بحب اعمله في حله المونيا علشان عندي الاسبتيولا اتكسرت، ايديها اتكسرت. فقلت عقبال ما اجيبه كده، فمش هينفع بقى اعمل في اي حاجه تاني، علشان خاطر محتاجه حاجه سيليكون يعني. فاللهم صل على النبي، قلت هعمل في الحله الصغيره دي. حطيت 3 معالق بشاميل، بشاميل ايه، 3 معالق 3 معالق دي. لو عندك خلطة البشاميل بتكون تحفة، خطيرة وخطيرة وخطيرة كمان خطيرة 3 مرات. بس انا ما كانش عندي. فعادي تحطي دقيق عادي، مفيش مشاكل. شويه دقيق، حطيت 3 معالق دقيق. وما كانش عندي كمان، كنت جايبه السمنه حطها في الفريزر برضو، السمنه البلدي. كان اخر كيلو عندي في الفريزر. فانا اصلا نسيت خالص ان انا اسيحه يعني. فان شاء الله هطلعه وهسيحه برضو، هعمله معاكم ان شاء الله. كنت جايبه والله سمنه كتير، بس يعني انا نسيت الكيلو ده اصلا يعني. فانا لقيته بالصدفه كده في الفريزر، فقلت هبقى اعمله. المهم ما عملتوش يعني. فحطيت شويه زيت صغيرين خالص، وكان اخر شويه اللهم صل على النبي، شويه سمنه في العلبه. فزودت زيت بقى، يعني شويه زيت على شويه سمنه اللي متبقيين وعملت وعملت البشاميل اهو، شايفين. اللهم صل على النبي، انا ما بحبش اكتر يعني ما بحبش اكتر السمنه، تبقى السمنه قد الدقيق. بحس ان هي بتكون دسمه قوي.
يعني بقلل شويه في السمنه، او او لو انا مثلا زي ما انا عملت كده زيت مع سمنه، بقلل شويه في الكميه. يعني مثلا لو 3 معالق دقيق بحط 2 سمنه، ما بحبش اكتر. بس هنا بقى خلاص كل حاجه بقت جاهزه معايا، كل حاجه بقت خلاص تمام معايا يعني. بصوا، لما بيكون البشاميل كتير معايا بحط غرفه بشاميل كده في الصينيه قبل ما احط اي حاجه، ولكن اختياري يعني مش شرط. وساعات برضو بحط البشاميل على المكرونه واديها كده تقليبه، يعني فاهمين، بغرق المكرونه كده في البشاميل في الحله بقى اللي انا سلقت فيها. وبعد كده احط المكرونه، بعد كده احط اللحمه، بعد كده احط الطبقه اللي هي التانية المكرونه، بعد كده احط بشاميل تاني. فبتبقى بحس ان هي كده برضو تقيله، يعني تيجي تاكليها كده تلاقيها تقيله، بس هي بتكون طعمها حلو وجميله. بس اللي هو يعني تاخدي مثلا قطعه واحده تشبعي، او قطعتين خلاص تبقي جبتي اخر، تحسوا ان هي تقيله كده في بعضها. لكن كده بحس ان هي خفيفه وبتاكلي تشبعي وبتبقى حلو. طبعا هو في جميع الحالات هي بتبقى طعمها حلو، ولكن انا يعني ما حبيتش اكتر بشاميل عشان ما كانش زي ما قلت لكم، ما كانش عندي سمنه كفايه يعني ان انا اكتر واعمل حله كبيره. على فكره انا في الطبيعي ما بعملش البشاميل ده، يعني ما بعملوش بالكميه دي، انا بعمل كتير، بعمل في حله كبيره وبغرق الدنيا بشاميل بقى. يعني بحط طبقه بشاميل تحت، بعد كده المكرونه اللي هي اصلا انا مغرقاها في البشاميل، بعد كده بحط اللحمه، بعد كده بحط المكرونه، بعد كده بحط بشاميل تاني اخر حاجه. يعني البشاميل بيبقى من تحت في الصينيه وبيبقى من فوق من على الوش. بس فانا يعني بصوا هي صينيه مكرونه اقتصاديه شويه. بس هحط بيضه على الوش، طبعا اختياري براحتك خالص. في ناس ما بتحطش البيض، في ناس بتحط صلصه، تكوني عامله صلصه مصلصاها مثلا، او لو عندك برطمانات صلصه من اللي بتتباع عادي، تحطي عليها شويه زيت وشويه فلفل اسود وتضربيهم في بعض كده وتقومي حطها على الوش، بتكون حلوه برضو وبتدي تحميره حلوه كده للصينيه. طبعا انا الصلصه عندي كانت في الفريزر برضو، فاستسهلت بقى، قلت لا انا هجيب بضايه كده وهعملها في طبق كده، وهي شويه فلفل اسود بتضيع الزفاره خالص عادي يعني، وبتبقى يعني عادي جميله. بس اكتر الناس تقولك البيض بيعمل زفاره. هو بصراحه انا معاهم برضو ان هو بيعمل سنه زفاره، وحتى جوزي قال لي فيها سنه زفاره، بس عادي يعني بتبقى حلوه، بتبقى جميله. كمان صينيه الجلاش اللي احنا بنعملها، ما احنا بنعملها بالبيض وباللبن، بتسقيها كده بالبيض واللبن. كمان انا بحط شوربه ساعات، لو ما عنديش مثلا، لو ما عنديش لبن، ممكن احط مع البضايه دي شويه شوربه، وعادي بمشي برضو حلو، بتبقى جميله صينيه الجلاش. بس هي مع المكرونه البضايه دي بتعمل سنه زفاره. بس انا لو كان عندي صلصه كنت حطيت صلصه، ما كنتش حطيت البيض، لان فعلا هو بيعمل زفاره. الصلصه بقى بتبقى جميله في ايه، انك بتحطي عليها شويه زيت وشويه فلفل اسود، 7 بهارات، آه، بقلبهم كده بضربهم كده. وممكن لو عندي شوربه بحط سنه شوربه، اللي هو حاجه لا تذكر، يعني انا بس عايزه اخليها كده ايه، يعني خفيفه، بخفها بس مش اكتر، يعني بخفها. وبحطها على الوش بتبقى خطيرة. وبقطع الفلفل كده شرايح كده، وبحط الفلفل على الوش. ولو عندك طماطم ممكن برضو تحطي طماطم، تقطعيها كده برضو شرايح كده وتحطيها على الوش، بتبقى جميلة وبتبقى تحفة. اللهم صل على النبي. بصوا هي في الحالتين حلوه بصراحه، سواء بالبيض او بالصلصه بتبقى جميله يعني. المهم بقى هنا خلاص كنت خلصت بقى صينيه المكرونه وحطيتها في الفرن. نعمل ايه بقى، قلت هغسل شويه المواعين، اللي هو بقى ايه، مكان سلق المكرونه ومكان تعصيج اللحمه وحله البشاميل اللي احنا عملناها. فقلت اغسل بقى شويه المواعين علشان خاطر ما كانش في مواعين. وطبعا احنا يعني
لما هناكل يعني، كل واحد بحط له طبق وخلاص يعني، هنقضيها يعني اطباق وخلاص، او طبقين 3 يعني هغسلهم بعد الاكل وخلاص يعني. فقلت اغسل بقى المواعين التقيله، الحلل والحاجات دي، علشان هتكركب الدنيا وبصوا هتخنقني يعني. وخصوصا زي ما قلت لكم ان الميه كانت قطعه، فانا مش ضامنه الميه تاني، الميه ممكن تقطع تاني، فانا مش ضامنه ان الميه مثلا تبقى موجوده يعني، ممكن تقطع. فانا قلت لا، اتخلص من المواعين دي وبعد كده نتغدى بقى. قطعت كده طماطمايه وجبت فلفل كده حطيته زي ما انتم شايفين، وبس هو ده الغدا. قلت لهم بس كده مفيش غير كده، انا مش عامله حاجه. كنت عايزه اعمل محشي والله، وكنت قلت لكم في الفيديو اللي فات انا هعمل محشي، بس والله الميه شويه قطعه، الكهرباء بتقطع، وحتى لو في ميه، الكهرباء لما بتقطع الميه ما بتطلعليش، مع الميه بتطلع عندي بالموتور، والموتور طبعا الكهرباء بتقطع فما بتطلعش. بس كده الفيديو خلص، اشوفكم على الف خير.